بمبادرة من حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة وتحت شعار الحرية للقائد آبو الحل السياسي للقضية الكردية من مدينة قامشلو إلى مدينة ديريك، انطلق المئات من الشباب وشابات شمال وشرق سوريا في مسيرة راجلة طويلة من أمام ملعب شهداء 12 من آذار في مدينة قامشلو إلى مدينة ديريك، وتستمر المسيرة على مدى 3 أيام يقطع فيها الشبيبة مسافة تقدر ب100 كيلومتر في إطار الحملة العالمية التي انطلقت في 10 من تشرين الأول في 74 مركزا. ويتضمن برنامج المسيرة الطويلة أنشطة متنوعة في كل مدينة وناحية وبلدة تمر بها. وانطلقت المسيرة بعد قراءة بيان الإعلان عن بدئها في ملعب شهداء 12 من آذار في مدينة قامشلو، ومن المقرر أن تنتهي بمظاهرة احتجاجية في الأول من كانون الأول في مدينة ديريك.